يلا بينا نتكلم عن انواع الفتيل وازاي اعرف الفتيل المناسب لحجم الكوبايه بتاعتي. يلا بينا بقى بسم الله. اولا هنبتدي بانواع الفتيل المختلفه، او ايه هي انواع فتيل الشمع. اول حاجه عندنا الفتيل القماش، اللي هو يا اما بيكون القماش بتاعه قطن 100% او بيكون كتان. وانا بصراحه من واقع تجربتي بحس ان القطن احسن من الكتان، بس هو برضو موجود. المنتشر عامه القطن. وفي النوع التاني وهو الخشب، اللي هو الفتيل الخشب ده، وده عادة يا اما بيستعمل كده زي ما هو على طول، بتحطوه في الشمعة او بتشغلوه، او ان انتوا بتنقعوه في زيت قبل ما تستعملوه. والطريقة دي برضو هوريها لكم في فيديو تاني منفرد ان شاء الله قدام. يبقى هي دي انواع الفتيل عندي. يلا بقى نتكلم عن ازاي احدد الفتيل المناسب لحجم الكوباية بتاعتي. طيب ايه الفرق ما بين الفتيل ده وده؟ هما الاتنين قماش، ده مستورد انا كنت جايباه من شي ان، وده اللي انا عاملاه في البيت، واللي عملت لكم فيديو ازاي نعمل الفتيل القماش في البيت. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في السمك بتاعهم. كل ما كان الفتيل بتاعي سميك اكتر، كل ما كان قوة حرقه اعلى. فانا مثلا الفتيل الحجم ده بالنسبه لي مناسب جدا. لو انا الشمعه بتاعتي كبيره هحتاج الفتيل يتخن مني شويه، خصوصا لو هستعمل فتيل واحد في الشمعه. ونفس الكلام بينطبق على الفتيل الخشب. الفتيل الخشب بيجي برضو باحجام مختلفه وسمك مختلف. انا لقيت لكم اهو امثله على موقع شي ان، فقلت احطه لكم. شايفين في 0.8 مثلا السنتي، وفي من 1.3، يعني يا اما بيكون رفيع يا اما بيكون تخين على حسب انتوا عايزين ايه. ده سمك، وفي سمك بيبقى اكبر من كده، هحط لكم صوره ليه هنا. وممكن انا لو عايزه ازود السمك بتاع الفتيل الخشب بقوم حاطه اتنين مع بعض بالطريقه دي. تمام. ازاي بقى احدد عدد الفتيل في الكوبايه بتاعتي؟ موضوع بسيط جدا. حط دول على جنب. بكل بساطه هنحتاج مسطره زي دي اللي عندي، وهنقيس زي ما انتوا شايفين الكوبايه من فوق. اوكي، انا عايزه اشوف قطرها كام. شايفين؟ لا طبعا مش شايفين حاجه، انا بعذبكم كده صح. استنوا هنغير الكاميرا. باخد المسطره بتاعتي وبقيس الشمعة من فوق بالطريقة دي، شايفين؟ وعلى حسب المسافة اللي عندي دي بحدد عدد الفتيل اللي هحتاجه للشمعة. طبعا في جارز احجام مختلفة، ده الحجم الصغير، وفي الحجم الوسط ده انا مستعملاها، بس قلت اجيبها لكم علشان تشوفوا الفرق في الاحجام. يعني ده الكبير، ده الصغير، وده الوسط، وده الكبير. طبعا الصغير بنقيس كل حاجة، بنقيس الصغير من فوق والحجم الوسط والحجم الكبير، هو ده اللي بيحدد لي عدد الفتايل اللي في الشمعة. طيب انا مش عايزه اعمل الطريقه دي وشايفاها صعبه بالنسبه لي، عندنا طريقه تانية وانا مسهلها لكم جدا بقى. هناخد الورقه دي انا عاملاها لكم، بتخليكم تعرفوا ازاي احدد عدد الفتايل اللي هتبقى موجوده في الكوبايه. طب فرضا ده الحجم الكبير عندي، هنشوف هو بيتماشى مع انهي شكل. هو طبعا بيتماشى مع الشكل الكبير ده. اوكي تقريبا اهو، شايفينه واضح في الكاميرا. اوكي باين قوي في الكاميرا. الصورة دي بتبين لي ان انا ممكن استعمل 1 2 3 فتايل، وممكن استعمل 1 2 بس بيتحطوا كده. يا اما هحط واحد هنا واحد هنا واحد هنا اهو، هحط واحد هنا في الجنب ده كده، وواحد هنا وواحد هنا، واثبتهم طبعا. او عامل لي ان انا ممكن احط اتنين بس. الاتنين بس على اساس ايه؟ على اساس ان حجم الفتيل هيبقى اضخم. يعني الفتيل بتاعي ده رفيع، لو تخنت الفتيل ممكن استبدل التلاتة باتنين بس، واحدة تتحط هنا وواحدة تتحط هنا. تمام. وممكن برضو نفس الكلام ينفع مع الفتيل الخشب. انا عشان الفتيل اللي عندي رفيع فيدوبك
هحط واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا. لو الفتيل بتاعي اضخم ممكن احط بس 2 كده بالطريقة دي. تمام. تمام. نفس الكلام للكوباية الحجم الوسط. طبعا هي ده مش مكانها، شايفين هي اصغر من المكان ده، فهي ماشية مع ايه اكتر؟ ماشية مع ده اللي هو 8 سنتي. شايفينه الدايمتر بتاعي 8 سنتي، هي ماشية معاها. اوكي. كاتب لي احط كام واحدة؟ احط 2. طيب احط 2 تخان ولا احط 2 رفيعين؟ انا الدايمتر بتاعي مش كبير قوي، ف2 رفيعين او 2 هو ده ما يعتبرش رفيع، هو ده يعتبر حجم وسط، ف2 حجم وسط هيكفيني جدا لكوباية زي دي. اوكي. احط واحدة هنا وواحدة هنا. طيب فرضنا ان انا عندي الاحجام الاصغر من دي تقريبا بتكفي 200 مللي شمع. طب انا احجامي اصغر من 200 مللي، هنستعمل اهي ده حجم اصغر من 200 مللي. طبعا هنا هي اصغر من المقاس ده، واصغر من المقاس ده، واصغر من المقاس ده. معناه ايه؟ معناه ان انا هحط لها بس فتيل واحد شمع بالطريقه دي. انا اتكلمت كتير وشرحت، فتعالوا بقى نختصر الموضوع في كلمتين. الورقه دي هتسهل علينا حاجات كتير قوي. تعالوا بقى اعمل زوم شويه علشان تشوفوا هنعمل ايه. اوكي. بصوا بقى، لو الكوبايه بتاعتي او الجار بتاعي الديامتر بتاعتهم اللي هي القطر بتاع الكوبايه اكتر من 8، فاحنا بنحط من فتيلين ل3 فتيل. لو اقل بنحط فتيل واحد بس. طب امتى نحط 2 فتيل وامتى نحط 3؟ لو الديامتر بتاعي زي الكبير اللي هناك ده 10.16، يعني انا هحسبها اكتر من 10 بحط 3، اقل من 10 واكتر من 8 بحط 2، اقل من 8 بقوم حاطه فتيل واحد بس ويكون سمكه مناسب. زي المثال ده عندنا اهي الشمعة حجم وسط، لما حطيناها اهي على الورقة عملت لي 2 شمع، فتيل شمع. وانا اكيد مش هبخل عليكم، اللي محتاج الورقة دي يبعتلي على الانستجرام ان هو محتاجها، بس لازم يكون عامل لي هنا سبسكرايب ومشجعني شوية. طيب انا دلوقتي عملت كل الخطوات وقست اهو القطر بتاع الكوباية، ولقيت ان هي اقل من 8 وان هي محتاجة فتيل واحد بس برضو ده مش ضمان ليكو ان الشمعة هتتحرق صح، وان الفتيل هيدوب سطح الشمعة بطريقة مظبوطة. ممكن جدا يحصل تقعر. طب ايه اسباب التقعر؟ زي مثلا الكوباية دي انا لسه عاملاها وحصل فيها تقعر. ليه؟ في حاجات كتير قوي، ممكن تكون نوع الشمع نفسه. في انواع شموع بتحتاج درجة انصهار عالية، فلما يكون الفتيل صغير ما بيعرفش ان هو يحرقها مظبوط، او بيكون انتوا حاطين الالوان بتاعه الشمع او الوان المايكا، الاتنين بيتقلوا الشمع. وكمان الزيت العطري اللي انتوا بتستعملوه، لو كان الزيت العطري تقيل ممكن برضو يصعب الموضوع على الفتيل وتلاقيه مش عارف ان هو يسيح سطح الشمع بطريقه متساويه، فانتوا في الحاله دي هتحتاجوا تستعملوا فتيل يكون اضخم شويه. وفي الاخر الموضوع سهل جدا، بس محتاج تجربه لغايه لما توصلوا للسمك اللي انتوا محتاجينه واللي مرتاحين معاه في الشمع. انا على قد ما اقدر لميت لكم اكتر قدر من المعلومات المهمه في فيديو واحد. اتمنى يكون عجبكم. نتقابل في فيديو جديد.